السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى غنشارك معكم فيديو جديد. تنتمنى يلقاكم هذا الطبق أو تلقاكم هذه الوصفة وتكونوا كلكم بخير وعلى خير. إن شاء الله غنشارك معكم واحد وصفة ديال اللحم مخضر بالخضرة مشرملة. الطبق تيجي جديد وبنين ورائع. غنبداو في تحضير هذه الوصفة هذه. تناخذ واحد الكوكوط، تنشعلوها عليها النار، تنضيفوا فيها واحد 2 معالق كبار من زيت المائدة، كذلك تنضيفوا 2 معالق كبار من زيت الزيتون، تنضيف واحد نص كيلو ديال اللحم او الدجاج، وحتى بالنسبه للعبار اي عبار بغيتي ديري 500 غرام، ديري 300، بغيتي ديري حتى 4، راه ما كاين حتى شي اشكال، تبقى المذاق نفسه. تنزيدوا واحد نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبزار، معلقه صغيره من السكنجبير، معلقه صغيره من الكركم او الخرقوم، تنضيف واحد شويه ديال الماء باش داك العطريه ما تتحرقش، تنشرملو داك اللحيمه داك العطريه اللي زدنا فيها، تنضيف واحد بصله متوسطه مقطعه شرائح، نخليو داك البصله طيح شويه، تنضيف واحد جوج فصوص من الثوم مقطعين رقيق، تنضيف كذلك معلقه كبيره من الكزبر معدنوس، من بعد ما طاحت داك البصله شويه تنضيفوا واحد كاس كبير من الماء الجهد اللي غيطير فيه داك اللحم، ونقفلوا عليها مده 20 دقيقه. من بعد ما طيب داك اللحم نص طيبه تنضيفوا معاها واحد حبه صغيره ديال المطيشه مقطعه رقيق، تنقفلوا عليها باش تكمل الطياب ديالها. من بعد تناخذوا واحد المقله، تنضيفوا فيها واحد 2 معالق كبار من زيت المائده، واحد 2 ديال الفصوص ديال الثوم مقطعين رقيق، تنحمروا شويه داك الثومه داك الزيت، من بعد تنضيفوا واحد نص كيلو او 500 غرام من خيزو او الجزر اللي مبخرين في الكسكاس. انا الخضره ما تنسلقهاش، بغيت نستعملها تنبخرها. تنضيفوا عليها واحد المعلقه كبيره من الكمون، واحد شويه ديال الفلفل الاحمر الحار او السودانيه او الهريسه الا كانت عندك حتى هي كذلك تجي زوينه، تنضيفوا واحد المعلقه كبيره من القزبر معدنوس، تنعصروا على داك الجزر واحد نص حامضه، تنضيف واحد المعلقه كبيره من زيت الزيتون، صافي خيزو او الجزر راهم موجودين. تنضيف عاوتاني واحد 2 فصوص ديال الثومه راه ما تشججش لي في الفيديو، وتنضيف عليهم واحد 500 غرام ديال اللوبيا اللي مبخره كذلك حتى هي في الكسكاس، تنضيفوا عليها واحد شويه ديال السودانيه او الفلفل الاحمر الحار او الهريسه، تنضيفوا معلقه صغيره من الكمون، نفس العطريه اللي تنديرو في اللوبيا هي اللي درنا في الجزر، تنضيف واحد شويه ديال الملح، تنزيدوا معلقه كبيره ديال القزبر معدنوس،
نضيفو معلقه كبيره من زيت الزيتون، نعصرو كذلك واحد نص حامضه، واحد عضيه ديال الحامض طحيه تما نزولوه، المريقه ديالنا راها وجدات، داك البصله راها طابت، وداك المريقه جات خاطره وواقفه. صافي ها هي موجوده، صافي نطفو عليها النار، تناخدو الطبسيل او الاناء اللي غنقدمو فيه هاد الوصفه اللي وجدنا، تنعملو داك اللحيمه الوسط، ندورو على داك المريقه. شتي المريقه كيفاش تتجي خاطره وعاقده، ولده ما نعاودلكش كيفاش تجي في اللذه، تجي بنينه. هاد الطبق راه ممكن تجي ديري حتى الدجاج، حتى الدجاج تيجي زوين، اللي عندك ديري، عندك اللحم ديريها، عندك الدجاج ديري. صافي تندورو عليه داك خيزو او الجزر اللي شرملنا بهاد الطريقه هذه. كذلك اللوبيا حتى هي تندورو على داك، تنوضعها فوق داك الجزر حتى الالوان تتجي متناسقه، يعني غير بالشوفه راه الطبق يشهيك. وقضيه بالنسبه للوبيا راه تتمشي مع الجزر في المذاق، تيجي واحد المذاق رائع جدا. تنزيدو بشويه المعدنوس، واحد الخيط ديال الحامض. صافي الطبق ديالنا راه موجود، ها هو كيفاش تيجي، تجي الالوان متناسقه والمنظر زوين وتيشهي، وجربيه راه رائع جدا. الى عجبك هذا الفيديو فعل الجرس فضلا وليس امرا، وديروا شي كومنتير او شي تعليق يكون زوين، وتنتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو او هذه الوصفه وتكونوا كلكم بخير وعلى خير. يلا بصحتكم وتبقاو على خير ومع السلامه.